انا بقول لك هات فلوس يا ابني اديك الفلوس. ما تمدش ايدك على امك، انت مالكش دعوه زي ما ليش دعوه. خلاص يا غالي خلاص، انا هديك الفلوس وروح يا ابني ربنا يهديك. هادي الفلوس اهي، يلا يا ابني. يما مالك يما يا ريتان، تعالي شوفي امي ريتان. ياخدك انت امك يا ريتان. ايوه يا دكتور، تعالى والنبي شوف امي بسرعه اغمى عليها. يلا فين الدكتور؟ يلا يا دكتور. يلا يا دكتور. يما فوقي يما فوقي يما. السلام عليكم. وعليكم السلام. اهي يا دكتور. ايه اللي حصل معاهم؟ ما خبيش عليك يا دكتور، شدت هي واخويا شويه ووجعت زي ما انت شايف الحاله قدامك اهي. طيب هشوف. للاسف هي دخلت في حاله نفسيه بسبب الضغوطات اللي معاها، او لازم ترتاح لمده شهر في السرير. ماشي يا دكتور، متشكرين. اتفضل يا دكتور. يا ريتات تعالي شوفي امي غطيها. روح انت وانا هغطيها. نامي لا لما تكوني يا بعيدي. مالك يا ريتات؟ ماليش. ازاي مالكيش؟ ليه زعلانه؟ انا بقول لك الصراحه انا ما عجبنيش حال امك دي. انا اشيل واحط فيه وقاعده تاني رميها، ما ترميها انت كمان. ازاي؟ طب اخويا التاني بايظ ومش نافع، اعمل زيه انا؟ ما يخصنيش. وديها مطرح ما توديه، ولا اقول لك احسن وديها دار المسنين. ازاي يعني؟ دي امي مهما كانت. تطلع بيها دلوقتي انا امك في البيت دي. يعني ده اخر كلام عندك؟ ايوه ده اخر كلام. هعمل ايه يا رب دلوقتي بس؟ هذا تليفون. ايه السلام عليكم، دار المسنين معايا، عايز اجيبهم من عنديكم. كام الحساب؟ كام؟ 100,000. متشكرين. مال حيران كده ليه؟ بتفكر ليه يا شيخ؟ خدها وارميها في اي مكان بتستحمل. دي امي برضو، دي امي مهما كانت. لا استغفر الله العظيم. بتفكر ليه يا شيخ؟ هتخسر مرض عشان خاطر امك. انا برأيي خدها وارميها في المغارة اللي ما تقدرش ترجع منها. لا دي امي برضو، استغفر الله العظيم يا رب. انا برأيي خدها وارميها. شوف خدها وخلص نفسك. خدها وارميها. ارميها. يعني انا هخسر مرتي وعيالي عشان خاطر امي؟ هي فاضلها كلها سنة ولا حاجة وتموت. طب يلا ما تروحي في اي حتة وخلاص. ازيك يما؟ عاملة ايه دلوقتي؟ الحمد لله يا غالي. انت عامل ايه؟ الحمد لله كويسة، يعني خسيتي؟ كويسة يا ابني الحمد لله. اقول لك تعالي معايا مشوار. حاضر يا غالي. عايزين كرسي هنا. كرسي هنا. لا هو قاعدين يتغدوا خلاص. اقعدي هنا يما. رايح فين يا غالي؟ مش عارف يما. طب رد عليا، هتسيبني وتمشي؟ مش قادر يما. طب هتعرف تروح؟ والله ما انا عارف يما. شفت ورق الشجر اللي انا كنت برميه على الارض؟ امشي ورايا يا ضنايا وانت هتوصل لمراتك ومراتك. ماشي يما. اسمع قصة رجل ضل أهواه الشيطان فدل. اسمع قصة رجل ضل أهواه الشيطان فدل. جاءته زوجته فقالت إني سئمت العيشة معها. إني سئمت العيشة معها. لقى القول بقلب كافي لم يتذكر حزنا كافي. لقى القول بقلب كافي لم
لم يتذكر حسنا ذاتي، ظل بأمه لف ودار، ظل يجيء ويذهب تارة، كلما ذكر الزوجة سارة أتبع أمه سوءا قولا، ظل يفكر فيها كثيرا، ظل يفكر فيها كثيرا، أفكارا تتلو الأفكار، أتاه الشيطان لحينا، أتاه الشيطان لحينا، قال اتركها بأي مغارة، قال اتركها بأي مغارة، صار بأمه غير مبال بحلال معها وحرام، كم كانت تدعوه الغال، كم كانت تناديه الغال، وهو الآن يرد الفضل، وهو الآن يرد الفضل، كلما صار تقذف ورقة، كلما صار تقذف ورقة، كيف لأم تنتظناها، كيف لأم تنتظناها، كيف لأم تنتظناها، ألقى أمه قالت ولدي، ألقى أمه قالت ولدي، أخشى عليك تتوه يا كبدي، إني رميت الورق ليهدي، عد على أثره حتى تصل، والله لو خيرت أمك بين حياتك وموتها لاختارت حياتك بأعلى صوتها، لاختارت حياتك بأعلى صوتها، لاختارت حياتك بأعلى صوتها. سامحيني يما. معاك يا بنايا. قومي معايا يما. سامحيني يما. سامحاك يا ولد. هي في مالك؟ أنا مش قلت لك ترميها برا؟ ازاي ارمي امي برا؟ أنا مش قلت لك ترميها برا؟ ازاي دي امي مهما حصل؟ طب يلا طلقنا. يعني ده اخر كلام عندك؟ انت طالق. ليه كده بس يا ولدي؟ حرام عليك ميراثك. تدخلي في 60 دقيقة تيجي بدل مرة واحدة واثنين وثلاثة، لكن الأم ما تتعودش، انت واحدة بس في العمر ياما. وانت يا ولد انت ست الكل ياما، انت حياتي. خليكي ايه يا بنايا؟ كل الشكر للطالبات امل عادل عبد الرحيم، دينا عبد الستار، آية رائف، إيمان محمد، خلود محمود، خلود سعد الله على ما قدموه لنا.